صاحبي علاء عامل نفسه شيف عالمي وعزمنا كلنا عنده وقال لي قدام شلتنا كلها: يا أحمد يا فهلاوي، خليك في المشروبات، الأكل ده محتاج ناس بتفهم مش زيك. أنا ابتسمت وقلت له: من عيوني يا شيف، بس في سري كنت بجهز له التحلية اللي عمره ما هينساها. علاء كان عامل صينية بطاطس باللحمة ريحتها وهمية، وفضل يتمنظر علينا ويقول: بصوا اللمعة، بصوا الصوص، ده شغل فنادق. دخل المطبخ يجيب العيش وأنا انتهزت الفرصة. ما كانش فيه صابون المرة دي، أنا كان معايا سر أصغر بكتير بس مفعوله جبار: بونبوني نعناع قوي جدا، فركته وحطيته تحت اللحمة في كل طبق. قبل ما أقول لكم إيه اللي حصل في علاء والشلة لما داقوا البطاطس المنعشة، صلي على النبي في التعليقات واشترك في القناة عشان يوصلك الجزء الأهم. علاء أخد أول قطمة وبدأ يندم إنه اتولد، وشه جاب ألوان، والكل بدأ يبص لبعضه وهم حاسين إنهم بياكلوا معجون سنان بالصلصة. علاء صرخ: إيه الطعم ده؟ البطاطس مالها؟ أنا بكل برود قلت له: يا شيف، أصل أنا شفتك حاطط النعناع جنب التوابل، قلت أساعدك وأحط لك رشة عشان تنعش الزباين بعد الأكل الدسم ده. العزومة قلبت ضحك على منظره وهو مش من يومها علاء بقى يطلب رأيي في الملح قبل ما يحط الأكل. لو صاحبك اتمنظر عليك، هترد عليه بذكاء ولا هتعديها؟ سلام.